السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ ان شاء الله باذن الله تعالى هنعمل مع بعض النهارده بوكيه تخرج لاحلى دكتوره في الدنيا ان شاء الله تعالى، وده بناء على طلبها هي. البوكيه قدام منكم ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم بارك يا رب، وعقبال يا رب الماجستير والدكتوراه باذن الله تعالى ان شاء الله. البوكيه اللي قدام منكم دوت سهل وبسيط، وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت كتير زي ما اتفقنا، زي ما احنا متعودين. يعني الخامات صحيح غالية شوية، بس بصراحة الغالي في ثمنه فيه والغالي للغالي. تعالوا شو بقى بيتكون من ايه. عندي اللي هي مجموعة الورد، وعندي اللي هي مجموعة البيبي فلاور. طبعا هنحتاج معايا اللي هو البلاستر، وهنحتاج المقص، وهنحتاج ورق التغليف. معايا دلوقتي الوردة اللي انتوا شايفينها دي جميلة جدا جدا جدا، يعني قريبة خالص من الطبيعي وملمسها ناعم جدا. هاخد وردة وهلف حوالين منها بالبيبي فلاور. طبعا انا لو عايزة اعمل البوكيه بتاعي، هو الطريقة دي طريقة من طرق تغليف البوكيه بالطول. لو عايزة اجيبه بالطول خالص، هجيب الاول هرص الاول البيبي فلاور تحت، وبعد كده هحط الورد ان شاء الله باذن الله. هعمله لكم في فيديو تاني باذن الله، فيديو جديد ان شاء الله. بس ديت انا حبيت ان انا الف البيبي فلاور حوالين الورد كله، بحيث ان هو يبان في طالع كده من الايه من البوكيه، وده بناء على طلب الاوردر. يعني زي ما حضراتكم شايفين، اي حاجه بنعملها بنثبتها علشان تساعدني في الشغل بتاعي، ما تعطلنيش زي ما قلنا قبل كده. بعد كده هنلف الورد حوالين البيبي فلاور. طبعا التظبيط ده احنا طول ما احنا شغالين بنظبط في الحاجه بتاعتنا ان شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب، وعقبال يا رب، وعقبال يا رب بوكيه الماجستير والدكتوراه يا احلى دكتوره في الدنيا ان شاء الله باذن الله تعالى. زي ما حضراتكم شايفين هلف اللي هو الورد حوالين البيبي فلاور. بعد ما لفيت الورد حوالين البيبي فلاور، هعمل ايه؟ طبعا زي ما احنا متعودين هنثبت بالبلاستر علشان يبقى معايا سهل في الشغل معايا زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي ما شاء الله ولا قوة بالله ثبتنا دلوقتي بالبلاستر، وبنأكد عليه علشان ما يفكش مني، وفي نفس الوقت يبقى جامد بقى خلاص يثبت. حابة اقول لكل الناس اللي دعمتني الف الف شكر، الف شكر، الف شكر بصراحة على الدعم اللي انتوا بتدعمهولي، لان بيديني طاقة ايجابية ان انا اشتغل واعمل حاجات جديدة باذن الله يعني. بس بصراحة الف شكر للمتابعين اللي هم معايا دلوقتي، وان شاء الله المتابعين الجديدة باذن الله الف شكر بصراحة. يعني لان الحاجة الايجابية ديت يا جماعة بتخلينا كلنا نعمل حاجات ايجابية وحاجات حلوة، ويا ريت كلنا ندعم بعض، كل الناس تدعم بعضها، بحيث ان يبقى في حاجة ايجابية حتى في المجتمع كله، مش في حاجة مش لفرد بس. طبعا هلف تاني البيبي فلاور حوالين مجموعة الورد اللي حضرتك شايفينها، بحيث الاقي ان الورد بيطلع من البيبي فلاور، والبيبي فلاور بيطلع من الورد زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا البيبي فلاور بيبقى تحس ان هو ماسك في بعضه كده زي ما حضراتكم شايفين. متنسوناش بقى يا جماعة بشير واشتراك ودعوة الخير كده، ادعولنا يعني ربنا يخليكم. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بلفيت البيبي فلاور حوالين الورد كله. هنعمل برضو نفس الخطوة اللي انا هثبت بالبلاستر علشان يسهل معايا الشغل شوية، ما يبقاش صعب. دلوقتي كله تثبيت بالبلاستر ان شاء الله باذن الله يا جماعه. باذن الله ان شاء الله هشوف فيديوهات تانية. الفيديوهات ديت ممكن تكون مختلفه شويه، يعني مش شرط تكون بوكيهات ورد بس، او مرايا، او اي حاجه، او منديل، او اي حاجه تخص العروسه يعني، او البيت ان شاء الله باذن الله تعالى. دي ممكن تكون خليها مفاجاه بقى ان شاء الله. خليها الفيديوهات مفاجاه. دلوقتي انا خلصت تثبيت الورد مع البيبي فلاور، وقصيت اللي هي الزياده اللي حضرتك شفتوها اللي هي في اخر العيدان بتاعه الورد. ماشي، هنيجي بقى على غلاف، على ورق التغليف، زي ما حضراتكم شايفين. هنثبت
البلاستر، لان ده طبعا ورق وهيفتح معايا، فلازم كل حاجة بعملها بثبت بالبلاستر زي ما حضراتكم شايفين. هنيجي برضو تانية كمان وهنثبتها بالبلاستر. ده انا بعمل كده ليه؟ علشان البوكيه ان شاء الله هيبقى محطوط بالطول، يعني مش هيبقى دائري زي ما حضراتكم شايفين. بنتني بقى من الجوانب، بنتني بالراحة كذا تانية كده، وبعد كده بنجيبه على العيدان بتاعة البيبي فلاور والورد زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما بنكون بنكشكش ورقة التغليف. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنثبت بالبلاستر زي ما حضراتكم شايفين كده. هيتم التثبيت ان شاء الله بالبلاستر. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، ما تيجي نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دلوقتي نثبت بالبلاستر. ادي اول ورقه ثبتناها بالبلاستر. طبعا طرق اللي هي التغليف بتختلف، يعني ممكن انت تكوني شايفه حاجه جميله، عايزه تعملي الورقه بطريقه جميله، فانت تعمليها زي ما انت عايزه. يعني هي بتختلف من حد لحد، مش شرط تكون اساسيه يعني، او ان انا هعملها زي حد. فانت ممكن انت ودماغك، يعني ممكن تعملها زي ما انت عايزه، او ممكن تعملها زي ما انت عايز. دلوقتي انا عملتها زي طريقة المروحة. ايام زمان واحنا صغيرين كنا بنعمل مروحة كده بالورق علشان الهوا، مكانش فيه بقى مراوح ولا كده يعني احنا صغيرين. انا مش كبيرة جامد يعني، بس واحنا صغيرين انا من الارياف على فكرة، وكنا بنعمل الورق ده في المدارس كمان عشان نشتغل بيها كده، نهوي بيها على نفسنا. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين انا ما عملتش اللي هي المروحه ديت، انا عملتها بس ما حطيتهاش زي ما هي، لا انا فردتها شويه بحيث ان تديني المنظر اللي حضراتكم شايفينه. وطبعا التظبيط في كل حاجه، التظبيط في كل حاجه احنا بنعملها. ممكن ما يظبطش معايا من المره الاولانيه، معلش نجرب، نحاول تاني وتالت ورابع. المهم ان احنا نجرب، والمهم ان احنا نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. زي ما حضراتكم شايفين ثبت اللي هي التانية، الورقه الاولانيه على الورقه التانية. ممكن انزلها شويه، ممكن انزلها شويه على حسب الرغبه يعني. وبرضو هنعمل نفس الحركه ونثبتها بورق بالبلاستر، نثبت بالبلاستر زي ما حضراتكم شايفين. هي نفس الخطوه اللي فاتت، نفس الخطوه اللي احنا عملناها المره دلوقتي يعني. هي بتني الورقه اكتر من مره. طيب انا ممكن اتنيها تانيتين، ممكن اعملها كده واتنيها تانيتين، ممكن اعملها كده واتنيها تانيتين لو كرر نفس الخطوة تاني، علشان اللي ما خدش باله بس ايه يشوفنا واحنا بنعملها تاني. انا ثبتها باكتر من بلاستر، باكتر من مكان ببلاستر، علشان تبقى ما يتحركش معايا، يديني نفس التانية اللي انا عايزاها. يعني التانيات ديت هي اللي بتدي منظر بصراحة يعني. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كل التثبيت معايا بالبلاستر. هنيجي بقى عشان نعمل الورق اللي هو بقية التغليف. يعني ده كان جانب. هنعمل بقى الجنب التاني التغليف بتاعي من ورق التغليف. زي ما حضراتكم شايفين انا قصيت الورق التغليف بالطول، وجيت برضو تنيت الطول اللي هو الجزء اللي هو النصف ده تنيته مرة، بعد كده تنيته من النص زي ما حضراتكم شايفين، علشان احطها في الجنب التاني اللي هو الفاضي من البوكيه زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا برضو هنثبت بيه البلاستر عفوا، هنثبت بيه البلاستر. طبعا البلاستر ده كله احنا هنيجي في الاخر خالص وهنعمل حاجه كده بحيث ان هو يبقى مش باين يعني. ادي تاني مره عشان لما ايه مركزش معانا في المره الاولانيه. وهنيجي حاطينها برضو ومثبتينها بايه؟ بالبلاستر زي ما حضراتكم شايفين. هنثبت بقى بالبلاستر.
دلوقتي هو كده يعتبر خلاص. فاضل معانا اللي هي ايد البوكيه. فاضل ايد البوكيه علشان تثبيت او انهاء بوكيه الورد. زي ما حضراتكم شايفين ده المنظر النهائي للبوكيه الورد بتاعنا. وما تنسوش يا جماعة لايك وشير ودعوة بالخير، ونصلي على حبيب الرحمن، ودعوة كده من القلب بالستر والرضا من ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله بإذن الله تعالى. متنساش بقى تاني نشير، وفي اللقاء نقول ايه صلي على حبيب الرحمن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.